السلام عليكم متابعين مصر زمان. الفيديو ده هنتكلم فيه عن البوسطجي في مصر زمان. البوسطجي أو سائل البريد شخصية ربما لم نعد نسمع عنها في هذه الأيام مع التقدم التكنولوجي وزيادة عدد الشركات الخاصة التي تعمل في هذا المجال من توصيل الطلبات للمنازل عن طريق الهاتف وأيضا توصيل الطرود، فلم يبقى إلا القليل لمهنة البوسطجي من توصيل رسائل البنوك أو الرسائل المسجلة. وشخصية البوسطجي كانت تدخل البهجة في القلوب بمجرد وقوفه أمام باب أيا كان من المنازل وسؤاله عن صاحب المنزل، فهذا يعني وجود رسالة. يجتمع جميع أفراد الأسرة لقراءتها وفتحها على الحال في اكتمال حضور الجميع. وسائل البريد قديما كان يستخدم الدواب للقيام بوظيفته، يحمل في يده بوقا ينفخ فيه عندما يصل إلى الشارع لينبه الناس عن أنه قد حضر، أو يستخدم دراجة قديمة يحمل بيده شنطة مصنوعة من الجلد يطوف الشوارع، يقف من وقت لآخر بكل العناوين حتى يجد المنزل المطلوب، يطرق الأبواب أو يرفع رأسه مناديا بصوت عالي على صاحب المنزل: يا أستاذ فلان، جواب علشانك. ثم يذهب لبيت آخر يكمل باقي المهمة المكلف بها، ويمضي الساعات وينقضي النهار، بتقل عدد الخطابات في حقيبته فيزداد نشاطا ليكمل البقية. بعدها يذهب إلى بيته للراحة، وفي الصباح يبدأ يوم يوم جديد ربما مليء بالخطابات في أسرع وقت ممكن. وفي هذه الصورة النادرة يظهر سائل بريد راكب على حماره الذي هو وسيلة ينقله في عمله، يظهر خلفه صندوق الخطابات على الحائط ويمسك في يده بوقه الذي يستعد للنفخ فيه ليعلن عن حضوره إلى أهل القرية. وهي دي حكاية البوسطجي.